مساء الفل عليكم يا أجدع ناس، معكم معتز ياسر من قناة موبايل برو بلس، والنهارده معانا موبايل جامد جدا جدا داخل في المنافسة نار مع كوبار السوق. أيوة يا باشا، بنتكلم عن منافسة مع الآيفون 16 برو ماكس والسامسونج ألترا اس 21. تعالوا بقى نشوف إيه الحكاية وليه ريلمي 14 برو بلس ممكن تقلب الموازين كلها. بس قبل أي حاجة، لو أنت جديد معايا في القناة دوس لايك حلو كده واشترك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ولو عندك أي سؤال أو استفسار سيبولي في كومنت وأنا هرد عليك بنفسي. يلا بينا نبدأ بالمظهر الخارجي. أول حاجة تصميم الريلمي 14 برو بلس ملوكي بمعنى الكلمة. أول موبايل يتفاعل مع درجة الحرارة تحط عليه حاجة ساقعة كده يتحول أزرق، ومع السخونة اللولي. والتصميم جاي بتعاون مع الشركة الدنماركية البي آ. يعني مش بس مشكلة شيك، لا ده كمان حتة فنية كده في إيدك. الشاشة هنا شاشة خرافية من أمولود بحجم 6.7 إنش وبدقة عالية جدا جدا وتحديث 120 هرتز، يعني سلاسة وانت بتقلب بين التطبيقات والألعاب. ألوانها بتفرجع، الأسود فيها أسود بجد والأبيض أبيض نظيف، وانحناء بسيط في الأطراف بيدي فخامة لما تمسك الموبايل تحت الشمس. هنشوف الشاشة بوضوح بفضل 2000 نيتس ستور، وفي الواقع بتوصل ل 1500 كفاءة وزيادة. ندخل بقى على الأداء. الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 7 اس جيل التالت بتكنولوجيا 4 نانومتر، يعني سرعة جامدة وكفاءة في البطارية سواء كنت تتصفح على أو بتلعب ببجي على 90 فريم. الموبايل ده مش هيخزلك أبدا أبدا. نيجي بقى للبطارية واللي هي العملاقة 6000 ملي أمبير، يعني يوميا استخدام لو على خفيف، ويوم ونص لو استخدام تقيل. ومع شحن 80 واط في 20 دقيقة بس هيشحن 50%، يعني على ما تفطر كده تبقى جاهز تكمل يومك. وكمان مقاوم مية وأتربة بمعيار الاي بي 69، تقدر تنزل بيه حمام السباحة مترين ونص ساعة وتاخد أحلى صور. بالنسبة للصوت، سماعات الستيريو نقية وصوتها عالمي هتعجبك جدا جدا. اللون بيتغير لما تحطه في المية الباردة أو التلج وشوفه بنفسك. ونيجي بقى للكاميرات، وهنا الريلمي بتقول لك أنا مش بلعب. 3 كاميرات رئيسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 اف مثبت بصري ومستشعر سوني ال ام اكس ال 896. والتانية 50 ميجا بكسل برضه للبورتريه وزوم 3 اكس بيوصل ل 120 اكس. وتالت كاميرا معانا اللي هي 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع، والسيلفي 32 ميجا بكسل بفتحة 2.0. الصورة تفاصيل خرافية، معالجة واقعية مش مشبعة زي بعض المنافسين، يعني الصورة بتطلع شبه الحقيقة بالظبط. وده ممتاز لو ناوي تعدلها بعدين أو ترفعها على السوشيال ميديا. البورتريه العزل فيها ذكي جدا جدا، كأنك بتتصور بكاميرا برو فيديو. والفيديو هنا 4K ب 30 فريم، وفول اتش دي ب 30 او 60 او 120 فريم. وفي النهاية، هل الريلم 14 برو بلس يستاهل تشتري؟ انا هقول لك بصراحه، معاك في تصميم فاخر، اداء قوي، مقاوم ميه وتربه، بطاريه جباره، وشحن صاروخ، وكمان الكاميرات من الاخر. لو عجبك الموبايل وحابب تعرف السعر، وسيب لي كومنت فيه كلمه سعر وانا هرد عليك واقول لك سعره كام. كان معكم معتز ياسر من موبايل برو بلس، واشوفكم في فيديو جديد قريب جدا، ويلا سلام.